رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا التزم. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا التزم. أرضى مولاه بما التزم، طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات. رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات. رمضان مجال الصلوات، تسمو بالنفس لتقواها. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله. المتابعين الكرام أهلا ومرحبا بكم، رمضانكم مبارك. ربنا يعيد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، اللهم أمين. بنستمر في الحديث عن تأملات في آيات، وسلسلة فكرتنا عن تأملات في آيات. والفكرة للتذكرة بنتكلم عن هدف ومقصد كل سورة من سور القرآن. سور القرآن 114 سورة في 30 جزء. سورة البقرة، بدأنا بسورة البقرة وهي واخدة جزئين وشوية تقريبا. سورة البقرة بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم اولا ادت لنا 3 نماذج، ربنا بيخيرنا انتوا عايزين تبقوا في انهي نموذج فيهم. وتكملة سورة البقرة بتتكلم عن الاحكام والتشريعات والمنهج، المنهج اللي المفترض نمشي عليه علشان نكون مستخلفين في الارض، وهي دي هدف السورة والآية المحورية: إني جاعل في الأرض خليفة. إحنا وظيفتنا في الدنيا إعمارها، إعمار الأرض، إعمار الأرض بمنهج نازل من رب السماوات والأرض. تمام كده؟ تمام. نيجي بقى لسورة آل عمران، وهي تاني سورة. سورة آل عمران بتتكلم عن الثبات. خلاص أنا اديت لكم المنهج، امشوا بقى واثبتوا في الطريق ده. وكان في ثبات للأفكار، أفكارنا من الداخل ومن الخارج، وربنا هيئ لنا البيئة الخارجية بالأفكار. دي كانت في بداية السورة، عندما كان الرسول يتحاور مع وفد نصارى نجران، وأول حوار بين الأديان، أول حوار للأديان كانت في سورة آل عمران. ونستمر يعني في عرض سور القرآن الكريم. والنهاردة بنتكلم عن سورة النساء. سورة النساء بتتكلم عن ايه؟ عن العدل والرحمة. كما لو ان ربنا بيقول ايه: لو انتوا فعلا مستخلفين خلاص في الارض وخلاص هتثبتوا على المنهج، عايز تبقى عادل وعايز تبقى عادل في الارض، لابد ان انت تقرأ سورة النساء علشان تكون مستخلف في الارض ومن عمارها، فلابد ان انت تكون ايه؟ عادل ورحيم. لذلك سورة النساء بتتكلم عن العدل والرحمة مع كل الفئات وكل الطبقات. الفئات المستضعفة، النساء طبعا، اليتامى وحقوقهم وميراثهم، قد ايه ان اليتيم بيبقى ضعيف طبعا، فلابد ان حد يقف جنبه، لابد ان يبقى في قانون ومنهج يتحط لحقوق اليتامى. كذلك الأرامل والميراث، سواء خاص بالأرامل أو اليتامى يعني. كذلك العبيد والأيامى وحقوقهم عند من يمتلكهم يعني. وكذلك المستضعفين من الأقلية، الفئة الأقلية اللي هم أصحاب الديانات الأخرى.
لأن برضو ليهم حقوق علينا، يعني هم مش عشان بيخالفونا في الدين فإن احنا نيجي عليهم أو إن احنا نتجاوز في حقوقهم، لا خالص. سورة النساء جاية علشان توازن في المجتمع وتعمل زي موازنة كده، ويبقى فيه المجتمع يبقى ما يبقاش فيه ظلم. فلابد إن يبقى فيه عدل ورحمة. وربنا أول ما بدأ الآيات بدأ بإيه؟ بإن أنت علشان تبقى عادل ورحيم في المجتمع بشكل عام فلابد إن أنت تبدأ بأهل بيتك. وهنكمل مع حضراتكم ونشوف أول آية في القرآن، الآية الأولى والتانية بتتكلم عن إيه. بدأت السورة بأول آية: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها أزواجها. دي أول آية في السورة. وإن دلت على شيء تدل على إن ربنا علشان يجعلنا عمار في الأرض ويستأمننا على الأرض فلابد إن نبقى كلنا أمناء على بعض. يعني فلو لم تكن أمين على أهل بيتك، على زوجتك وعلى أبنائك، فأنت كده إزاي هتبقى أمين على الأرض، أمين في الأرض على كل الطبقات. فدي كده أول آية. ربنا بيقول لنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يعني انتوا كلكم أصلكم واحد، انتوا من بعض، حواء من آدم وآدم من حواء. فانتوا ازاي تتجبروا على بعض؟ ازاي الراجل يتجبر على النساء، الست سواء كانت زوجة أو ابنة أو أخت؟ التجبر بقى بكل أنواعه، يعني سواء التجبر في الميراث، التجبر بالعنف، أيا مكان يعني. فكما لو ان ربنا بيقول لنا: انتوا مخلوقين كلكم من نفس واحده، فلابد ان انت علشان تكون امين على الارض وانا امنتك على الارض، لان الاصل في الموضوع من البدايه ايه؟ احنا هنا عمار للارض واحنا مستخلفين. فعلشان نكون عمار للارض ومستخلفين وربنا يامننا يستأمننا على الارض، فلابد ان انت تكون امين جوه بيتك وفي علاقاتك الاسريه مع اسرتك بشكل خاص يعني. فدي كده جزئية. أنا لو ما كنتش أمين جوه بيتي ومفيش قانون ومفيش حد شايفني بين الأربع حيطان، أنا مفيش حد بيطلع عليا ومفيش قانون يقدر يعاقبني على أي شيء داخل الأربع جدران. ولكن في سورة النساء آه، لو إذا قرأناها يعني ولم نتعظ منها فهتكون علينا حجة يوم القيامة. يعني سورة النساء تدعو للعدل وللرحمة. فلو لم نعدل ونرحم بعضنا البعض فسورة النساء هتكون حجة علينا يوم القيامة. ممكن الآية رقم 2 في سورة النساء: وآتوا اليتامى أموالهم. الآية رقم 3 بتقول: وإن خفتم ألا تعدلوا أن تقسطوا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. في الموضع ده تحديدا مش المقصد بيه التعداد، يعني تعدد الزوجات، مش هو ده المقصد خالص، تعدد الزوجات يعني. ولكن المقصد منه ان لو انت شايف نفسك مش هتعرف تعدل، لو حابب تتزوج حد من الايتام وانت كنت في يوم من الايام والي على ممتلكاتها او والي عليها يعني، فلو شايف نفسك مش هتقدر تعدل فمثنى وثلاث ورباع. يعني ايه؟ انكح ما طاب لك من النساء، اتجوز 2 3 4. ولكن مش ان انت تتجوز اليتامى بالذات وتبخس حقهم سواء في المهور أو في العلاقات بعد كده عندما يحصل اختلاف، لأن الاختلاف بين الأزواج وارد جدا. فإزاي أنت هتكون الخصم والحكم؟ دي تقريبا أكتر من مفسر فسر بده. وكذلك في مفسر آخر كان بيقول إن قبل الآية دي كان بيتزوجوا 20 أو 30 سيدة يعني، فمن ضمنهم كان بيبقوا فيه يتامى. كانوا طبعا اليتامى دول بيتظلموا في ايه؟ سواء في المهور، ان بيبقوا عندهم قدر من الجمال وقدر من الثراء يعني، فكانوا بيتظلموا في المهور و كزوجات يعني. فلذلك نزلت هذه الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولكن مش بالضرورة ان انت تاخد حد يتيم يعني وتيجي تظلمه. هنا بقى التعدد مثنى وثلاث ورباع مش المقصد بيه ان احنا نعدد، لا، المقصد ان انت يعني في اباحيه في اشياء مباحه اخرى، يعني مش بالضروره تاخد حد يتيم، ولكن في اشياء اخرى مباحه، اتجوز 2 اتجوز 3. هو ده مقصد الايه تحديدا.
في الآية اللي بعد كده بيتكلم عن إيه؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يعني هنا بقى إيه؟ عندما يحدث مهور بقى والصداقة المسمى بيننا وما إلى ذلك، وعندما يحصل انفصال وطلاق، لأ لابد إن أنتوا تدوا النساء حقوقهم كاملة مكملة، وما فيش داعي إن إحنا نظلمهم. يعني سبحان الله، السورة كلها حقوق للنساء كلها من أولها لآخرها، عدل ورحمة. ومعظم السورة أحكام النساء. يمكن دي تاني سورة أطول سورة. يعني السورة الأولى سورة البقرة هي الأطول، يليها مباشرة سورة النساء، هي من السور اللي بها أحكام خاصة بالنساء وبالمستضعفين وبالأقلية. ويعني اللهم لك الحمد، نحن دين الحق، لأن ديننا دين قوي. ديننا قوي بإيه؟ بالعدل والرحمة اللي ذكرت في هذه السورة. نيجي بقى للآية رقم 9 في سورة النساء، ويمكن من أكتر الآيات اللي أنا قريبة لقلبي، لأن أنا فعلا ببقى خايفة على ذريتي وخايفة على بناتي. الآية بتقول إيه؟ وليخشى الذين إن تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الآية دي آية جميلة جدا، أنا عن نفسي بحبها جدا جدا جدا، واخداها نبراس كده في حياتي. لأن الإنسان وارد إن هو يظلم في أي وقت، وارد إن هو يفهم فهم خطأ، ولكن سرعان ما نرجع تماما. يعني العدل والرحمة هنا بقى إيه؟ طول ما أنت ماشي في السورة رمز الضعاف موجود. يعني فليخشى الذين إن تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. يعني وارد إن إحنا نترك أطفالنا بشكل أو بآخر، نتركهم في مكان ما ونروح عملنا، نتركهم في المدارس، نتركهم في المجتمع، نتركهم على قيد الحياة وإحنا نقابل وجه كريم. هنا بقى إيه؟ الأمان والحماية لأبنائنا للذرية بتاعتنا هنا إيه؟ أن نتقي الله وأن نقول قول سديد. فليخشى الذين إن تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني اللي خايفين على ذريتكم قدامكم طريقين تمشوا فيهم، أو طريق بمنهجين تقوى الله والقول السديد. لما تيجي تتكلم بكلمة الحق، تيجي تعدل، يبقى في عندك عدل ورحمة في قول الحق، وان انتوا تتقوا الله، ان كل كلمة بتطلعوها ربنا يكون راضي عنها. نيجي للآية اللي بعد كده، وتحذير شديد اللهجة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني اللي بتاكلوا أموال اليتامى، يا ست يلي بعد ما تزوجتي وزوجك ترك لكي أيتام، المفترض إن انت تكوني وصية أو تكوني أمينة على أموالهم. بلاش تتركي زوجك اللي بعد كده ويستفاد من الأموال دي. انتوا كده بتدخلوا نار في بطونكم. ظلم شديد، ظلم شديد جدا يا جماعة. اللي يقرأ سورة النساء وما يبقاش عنده عدل ورحمة ويستمر في ظلمه، فهو كده ما استفادش أي شيء، وسورة النساء هتكون حجة عليه. يعني يا ست أو أنت يا راجل يلي زوجتك أو زوجك ترك لك أموال يتامى، المفروض تكوني أمينة. الفلوس دي تتصرف عليهم هما، ما تتصرفش على شريكك التاني، ما تتصرفش على أخوكي، ما تتصرفش على أي حد. حتى لما تيجي تعملي فيها لله أو تقدمي شيء لله، يبقى برضو شيء في المعقول، وأبنائك يبقوا عارفين ده عشان تغرسي فيهم الرحمة. إن إحنا الحمد لله ربنا مدينا وده جزء من فلوسكم، فإحنا هنتبرع بيه أو هنساعد بيه كذا. دي آية من الآيات المهمة جدا اللي ربنا بينصر فيها المستضعفين، اليتامى الصغار. إن اللي بيبقى فوق مسؤولين عنهم الأب أو الأم اللي بيبقوا مسؤولين، وبالأخص الأم اللي بعد ما زوجها ما بيتوفى بتروح تتزوج زوج تاني، وفلوس اليتامى أو ميراثهم وممتلكاتهم يعني بتسيبيه للشريك التاني. غلط جدا، غلط جدا جدا. انتوا كده شركاء وبتاكلوا في بطونكم نار وستصلون سعيرا. انتبهوا، ارجعوا لربنا. يعني يلي ظلمتي اليتامى أبنائك أو أي مكان، أو يا عم يلي ظلمت أبناء أخوك،
ارجع إلى ربك، لأن ربنا حذر تحذير شديد اللهجة، ولابد إن أنت تنال عقابك في يوم من الأيام، إن ما كانش في الدنيا وهو أكيد هيكون دنيا وآخرة، لأن الظلم ظلمات في الدنيا وفي الآخرة. نيجي بعد كده بقى ننتقل للآية المحورية اللي هي صلب السورة واللي هي قلب السورة، ألا وهي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. هي دي الآية المحورية اللي بترتكز عليها سورة النساء، العدل والرحمة، إن احنا نبقى عادلين ورحماء، وإن احنا نؤدي الأمانات إلى أهلها، إن يكون في أمانة عندنا، أمانة في كل أمور حياتنا، مع كل المستضعفين، مع النساء، مع اليتامى. وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. العدل هنا بقى، العدل لما نيجي نحكم بين راجل وزوجته، نيجي نحكم بين إخواته بعضيهم، ما نجيش على حد على حساب حد. فهي دي الآية المحورية والآية اللي بترتكز عليها سورة النساء، العدل والرحمة. وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. ثم بعد كده بتنتقل الصورة لجزء تاني خالص وبتتكلم عن القتال. وهنا بقى مش هي مرتبطة ببقية الصورة، ولكن هنا القتال ليه؟ القتال علشان نحافظ على المستضعفين، احنا نقاتل علشان نحافظ على النساء، احنا نقاتل علشان نحافظ على الصغار، احنا نقاتل ونقف ونجيب حقوق مين؟ حقوق المستضعفين في الأرض، كأرامل، كنساء ضعفاء، كأطفال صغار، كأيتام، كشيوخ. احنا المفترض موجودين هنا علشان إعمار الأرض، وعشان نثبت على المنهج بتاعنا، وكمان عشان يبقى فيه عدل ورحمة زي ما ربنا طلب مننا بالظبط. وهنا هنكون حق خليفة، هنكون فعلا ربنا راضي عننا. إني جاعل في الأرض خليفة قوي بدينه وبمنهجه، خليفة قوي بالمنهج اللي هو ثابت عليه، خليفة قوي بالعدل والرحمة اللي بيقيم عليها في كل أمور حياتهم يعني. هي دي كده كانت سورة النساء، ده كده باختصار، ولكن إن شاء الله تباعا كل الصور لابد إن احنا نتكلم عليها باستفاضة إن شاء الله في لايفات بعد رمضان بإذن الله. ولكن ولكن هي دي كده سورة النساء، بتتكلم عن إن احنا نعدل ونرحم المستضعفين في الأرض، إن احنا ندي النساء حقهم. وسبحان الله ربنا كرم النساء بصورة كاملة. وتاني سورة أطول في القرآن بعد سورة البقرة هي سورة النساء، بها العديد من الأحكام اللي بتدي للمرأة حقها كامل مكمل. ما ينفعش إن احنا نبقى يعني نعنف المرأة، لابد إن احنا نكون رحماء بيها. فكرة إن احنا نيجي نعنف المرأة، ربنا ما طلبش مننا ده كده خالص. لما اتكلم عن الشق الخاص النشوز هنا والعياذ بالله، اللي هي الست اللي فعلت مصيبة، وعندما بتتضرب برضو بشكل مش مهين أو بشكل ما يسيبش أثر في جسمها. ولكن بكرر لما ذكرت الآية الخاصة بالنشوز للسيدات، السيدة الناشز هي السيدة اللي فعلت مصيبة، مش لعامة النساء يعني. فالست، ولكن في أمور تانية خالص لو عايزين تعاقبوا بها السيدات، كأهجرهن في المضاجع، ده كذا كذا كذا، في أمور تانية كتير لابد إن احنا نعاقب بها السيدة عندما تفعل فعل بسيط. ولكن في البداية لابد إن احنا نكون رحماء بيها، احنا نصبر عليها، وربنا طلب مننا ده، إن احنا نصبر على السيدة، نصبر على النساء، نصبر عليهم، لأن هم الأضعف. وارد جدا إن السيدة يكون في كذا أو كذا، ولكن لابد إن احنا نعدل ونرحمهم في الأرض. ولما نيجي نعاقبهم بنفس المقدار الشيء اللي اتفعل. فما ينفعش خالص ان احنا سيدة تكون قمة في الاحترام وقمة في الأدب ونيجي نعاقبها معاقبة الناشز دي والعياذ بالله، هي اللي فعلت مصيبة كبيرة. فهنا ننتهي في هذا مقطع الفيديو ده يعني ننتهي عنده. ولكن إن شاء الله هنستمر في بقية الصور، وإن شاء الله سورة النساء تحديدا هنتكلم عليها وباستفاضة، هنذكر فيها الآيات كلها باستفاضة.
ولكن نظرًا لإن ضيق الوقت في رمضان في الفيديو يعني، فإن شاء الله في اللايفات القادمة بإذن الله بعد انتهاء شهر رمضان هنتكلم عن سورة النساء تحديدًا، وهناخدها آية، آية. ربنا يدينا متسع من الوقت ويدينا بركة في العمر إن شاء الله. كنت معاكم، أستودعكم الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.